السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد او وصفه جديده. كيف ما عودتكم كل ما هو سهل وليد. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم الجديد. غنحضر معكم طريقتي في التحضير ديال الملوي. كتجي رائعه، كيجي مورق من الداخل، خفيف لذيذ بزاف، كانكم شاريينه على برا واحسن لانهم موجدينه في الدار. اليوم ان شاء الله غنشاركو معكم طريقه جد سهله، ولو تكوني اول مره غتجربيه غينجح معاك. تابعي معايا الوصفه حتى الاخر. بالنسبه للمكونات غنحتاجو الدقيق الابيض، جوج ديال الزلايف مثلا، وزلافه ديال الفينو. الدقيق نتوما اللي كتحكموا فيه، بحال مثلا عبرتو بزلافه جوج الفورص يعني زلافه ديال الفينو، والملحه وشويه ديال السكر سنيده باش هكا يجيو محمرين، والماء سخون ماشي سخون بزاف، دافي باش غنخلطو. اول حاجه كنخلط هذاك الدقيق مع بعضهم حتى كيتجانسوا، ومن بعد كنزيد ليهم داك الكميه ديال الملحه على حساب نتوما الدقيق شحال استعملتو، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده. دابا غنبقى نخلط العجين ديالي عادي كيف كنخدمو المسمن، ما كيجيش جاري بزاف، خفيف، وفي نفس الوقت ما كيجيش قاصح، كتخليوه قابض شويه في راسو ويكون رطب. كنجمع الخليط عادي. دائما كنغلبوا الفورص على الفينو. مثلا درتو كيلو ديال الفورص غديروا نص كيلو ديال الفينو. صافي كنجمع بهذه الطريقه. غنحاول انني ندلكو واحد شويه، هو كيبغي يدليك، ولا كنتو ما مزروبينش بيه عجنوه في الليل وغدا في الصباح خدموا به. هو قد ما مرتاح قد ما كيجي لذيذ، وقد ما كيجيكم خفيف وسهل في الخدمه. كنبقى ندلكو بهذه الطريقه ونزيد واحد شويه ديال الماء، وما نزيدوش بزاف كما قلت لكم باش ما تجيكمش العجين خفيفه بزاف. مهم العجين خاصو ما يكونش كيتلصق. كندهن القصريه فاش عجنت شويه بالزيت، وكنحط هذاك العجين، شوفوا معايا كيفاش كيكون خفيف. كندهنو من الفوق وكنغطيه بالسلوفان وكنخليه يرتاح مده. شحال ما خليتوه شحال ما كيزيد يزيان. انا دائما كنعجنو في الصباح وكنطيبو في العشيه. الا كنت باغاه الصباح كما قلت لكم كنعجنو بليله قبل. هو قد ما خدا راحته قد ما كيكون احسن. ضروري ما اننا نغلفوه بالبلاستيك. صافي وكنحطو على جنب يرتاح. من بعد ما كدوز الوقيته اللي ارتاح فيها كندهن سطح العمل بالزيت، وكنبدا نشكلو كويرات. نتوما اللي كتحكموا فيهم، واش بغيتو المسمن ديالكم اولا الملوي كبير اولا متوسط اولا صغير. انا هنا غنديرو شويه ماشي صغير بزاف وماشي عاود كبير بزاف، يعني متوسط باش هكا كيجي في الحطه باين. كنبقى نشكلهم كويرات وكنحطهم في سطح العمل. منين كنشكلهم كويرات عاوتاني كنخليه يرتاح. كما قلت لكم كل مرحله خليه يرتاح، قد ما ارتاح قد ما كيجيكم سهل في الخدمه. نغطيه بلاستيك ونخليه. من بعد ما كدوز المده اللي ارتاح فيها كنجيب شويه ديال الفينو اللي كنضيف عليه كيس ديال خميره الحلويات. هذا هو السر باش كيجيكم منتفخ ومورق من الداخل. وكذلك كنورق بالزبده الخاصه بالتوريق والزيت. في سطح العمل كندير شويه ديال الزيت، كنجبد اول كره اللي انا كورت، وكنبقى نطلقها بهذه الطريقه رقيقه حتى كيبان لي سطح ديال العمل.
شوفوا معايا العجين دغيا كيتمشى ليا في يدي انه خدا راحته في التوريق، عفوا في الراحه. من بعد كندير له الزبده الخاصه بالتوريق حتى هي كذلك كتساعد. وكنجيب هذاك الخليط ديال الفينو مع الخماره، كنطويهم على هذا الشكل هذا. نحاول انني نجبد بالعجين شويه، وكندير شويه ديال الخليط الفينو، وكنبقى نروليه بهذا الشكل هذا، ويدي خفيفه ماشي كنزير عليه صافي. وكنجمع ليه داك القنيزات مع بعضهم، وكنحطو كذلك يرتاح. طريقه سهله. غنعاود معكم وحده اخرى باش هكا تشوفوا عن قرب. كنبقى نطلق العجين، كندير ليه الزبده والفينو. انا هنا ديجا بديت الخدمه من قبل. صافي كنجمع الاطراف بحال ملي كنبغيو نديرو هذا المسمن عادي المربع. صافي ودابا كنحاول انني الرولي، وكما قلت لكم يدي تكون خفيفه. كنجمع الاطراف ونخليهم عاوتاني يرتاحوا، كنغطيهم ونخليهم يرتاحوا. من بعد كنجيب اول كره كنبقى نطلقها بهذا الشكل هذا. بالنسبه لي انا كنديرهم شويه رقاق ماشي غلاظ بزاف باش ما يجوش ثقال. غير طلقوهم. في هذا الاثناء كنكون دايره المقله كتسخن. كنبقى نقرصها مباشره، كنهزها ونديرها في المقله. اون فوا كتشد راسها ما كاملاش حتى دقيقه، غير كتشد راسها كنعاود نقلبها للجهه الثانيه. انا حاولت هنا ما نسرعش الفيديو باش تشوفوا المده ديال الطهي مباشره. صافي كنبقى نقلب فيها في الجهات، كل مره نقلب على جهه حتى كياخذ داك اللون الذهبي. بالنسبه لي انا درتهم غير نص طيبه. منين كنطيبها كنحطها في واحد المنديل، كنحاول انني نفركهم من الداخل باش يجيو هكا مورقين ويتحلوا من الداخل، ما بقاوش مجموعين. وهاد العمليه كنديرها والرغيفه كتكون مازال سخونه. اين فوا كنحطها من تنحيدها من المقله كندير هاد الحركه. شوفوا معايا كيجي مورق خفيف. صافي وكنحطو يبرد حتى كيبرد، عاد كندير وحده فوق وحده وكنديرو في المجمد الا كنت غنخزنو. كيجي هذا هو الشكل ديالو. شوفوا معايا كيفاش كيجي من الداخل. طريقه جد سهله مبسطه، كيجي رائع، يستحق التجربه. كما قلت لكم ولو تكوني اول مره غتجربيه غينجح معك اكيد. كما شفتوا الطريقه سهله بخطوات بسيطه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه والفكره تكون وصلت. ان شاء الله يا ربي نشارك معكم جميع الوصفات اللي كنعرف وتستافدوا منهم. الى اللقاء، نتلاقاو في وصفه جايه ان شاء الله.